يلا يلا المعتاد، افتح يا ابني عندك وحط ولاية كامبر، يلا بسرعة بسرعة. صباح الفل، ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد عن الهجرة، والنهارده ميعادنا مع ولاية جديدة، ولاية ACT Australian Capital Territory، ودي هي ولاية العاصمة الأسترالية كامبرا. أستراليا فعليا هي عاصمتها مدينة كامبرا، مش سيدني ولا ملبورن. كامبرا دي هي مدينة في مقاطعة أو ولاية صغيرة قوي هنا في أستراليا اسمها ACT Australian Capital Territory، والمقاطعة دي موجودة ما بين ولاية نيو ساوث ويلز اللي فيها سيدني وما بين ولاية فيكتوريا واللي فيها ملبورن، المدينة اللي أنا عايش ومقيم فيها حاليا دلوقتي. المقاطعه دي بقى ليها برنامج هجره زيها زي باقي الولايات في استراليا. ولايه اي سي تي بقت هي خامس ولايه تعلن عن فتح باب الهجره ليها للسنه الجديده 2025 على الفيستين ال 190 وال 491. حتى الان في 5 ولايات فتحوا الهجره ليهم: ولايه غرب استراليا، وولايه فيكتوريا، وولايه جنوب استراليا، وكمان ولايه كوينزلاند. واتكلمنا بالتفصيل عن برامج الهجره للاربع ولايات دول، ازاي تعرف وظيفتك مطلوبه ولا لا، وازاي كمان تعرف تقدم في فيديوهات هتلاقوها على القناه. والنهارده بقى ميعادنا مع الولايه الخامسه، ولايه اي سي تي، وعاصمتها كامبرا. مشوار الهجره ممكن تمشيه لوحدك، وهتلاقي كل حاجه في فيديوهات وسلسله العملي بشرح فيها تجربتي وكل حاجه انا اعرفها. ولكن لو وقفت في اي حاجه وحابب ان انت تتواصل معايا، هتلاقي الطريقه واللينكات تحت الفيديو في الديسكربشن. ولو عاوز حد يساعدك ويمشي معاك مشوار الهجره من اوله لاخره، ويقدم بالنيابه عنك، ويمشي معاك كمان في المعادله، ويقول لك على كل حاجه انت تعملها، انت بقى بس مجرد بتجمع ورق وبتخلص شويه حاجات، وهو اللي هيبقى بيعمل كل حاجه. هيمشي معاك مشوار الهجره خطوه بخطوه ويبسط عليك الدنيا جدا. فهسيب لكم تحت لينكات تتواصلوا بيها مع احسن محامي وكيل هجره معتمد لاستراليا. انا نفسي بتعامل معاه لو عندي اي سؤال عن اي موضوع او اي فيزا انا حابب استفسر عليها. هتلاقي اللينكات بتاعته تحت، ابعتوا له على اللينكات دي. هتملى بس اللينكات دي ببياناتك والايميل بتاعك، وهو هيتواصل معاك خلال 48 ساعه، وهيحدد معاك مقابله تتكلم معاه زي ما انا بتكلم معاكم كده. اتواصلوا معاه لو واقفين في اي حاجه او عندكم اي سؤال او اي استفسار عن اي فيزا او اي حاجه خاصه باستراليا. تاني بقول، مفيش هجره من غير الانجليزي. الانجليزي والمعادله دول شرطين للهجره، ايا كان مؤهلك، ايا كان اللي انت دارسه، ايا كانت البلد اللي انت دارس فيها. طالما مش جوه استراليا هتحتاج تعمل معادله لشهادتك ايا كان. مفيش كورسات معينه ممكن تاخدها تاهلك، لازم المؤهل يتعمل له معادله عشان تعرف تهاجر وتعرف تشتغل بيه هنا في استراليا. فالمؤهل ده شرط للهجره، وكمان الانجليزي ده تاني شرط للهجره. مفيش هجره من غير الحاجتين دول. ودايما بقول الانجليزي هو اسهل حاجه تجيب منها نقط للهجره، 25 نقطه مضمونين. 5 نقط من امتحان الناتي، امتحان ترجمه بتمتحنه يا نجاح يا سقوط، مجرد ما بتنجح فيه بيديك 5 نقط. و20 نقطة كاملين من امتحان انجليزي واحد، امتحان البي تي اكاديميك، اشهر امتحان دلوقتي للانجليزي للهجرة لاستراليا، موجود على الساحة. لو قدرت ان انت تجيب فيه 79 في كل بند من الاربعة، بتاخد 20 نقطة كاملين. فانت كده معاك 25 نقطة، اكتر من تلت النقط اللي انت محتاجها للهجرة، اللي هو حاليا 65 نقطة، ممكن تجيبها بس من امتحانين انجليزي، سواء البي تي اي او امتحان الناتي. 25 نقطة كاملين اسهل بكتير من ان انت تيجي تدرس هنا عشان تجمع نقط، اسهل من ان انت تتجوز عشان تدفع فلوس الجواز والكلام ده كله، ارخص. وكمان لو انت حبيت مثلا تجمع نفس النقط دي من الخبره، محتاج 8 سنين خبره في مجالك عشان تاخد ال 20 نقطه دول، او كمان تقريبا 15 نقطه لو انت مش شغال في استراليا. فالانجليزي اسهل واسرع وارخص حاجه انت ممكن تجيب منها نقط للهجره عشان تساعدك توصل لل 65 واكتر كمان، بحيث ان انت ان شاء الله تعرف تهاجر في اقصر وقت. انا من فتره عملت كذا فيديو عن موضوع الانجليزي، سواء تجربتي معاه ان انا امتحنت ايلتس ورحت للبي تي اي وشرحت فيه كل حاجه، وقلت لو الناس عندها اي مشاكل ممكن تمتحن امتحان البي تي اي موك تيست على النت. اكتب كده على جوجل وشوف مستواك عامل ازاي، وشوف انت قريب من السكور اللي انت عايزه ولا لا. لو لقيت نفسك قريب خلاص خش الامتحان، توكل على الله. لو لقيت لسه عندك حاجات بتعاني فيها ومش عارف تظبطها، اتواصل مع بي تي اي بيك، دول احسن سنتر ومكان اونلاين انا برشحه والله ليكم. اتواصلوا معاه وخشوا على الموقع بتاعهم واقروا ريفيوهات الناس، ما تاخدوش الكلام مني انا شخصيا، خشوا وشوفوا الدنيا، اقروا ريفيوهات الناس، تعرفوا هم ليه احسن مكان انا برشحه للناس ان هي تتواصل معاهم. الناس كويسين جدا، محترفين جدا، عندهم تكنيكات حل وعندهم الجوريزمات كده، حاجات هم بيدربوك عليها بتاعتهم، هم اللي عملوها علشان ان انت تقدر تجيب السكور اللي انت عايزه ان شاء الله في اقصر وقت. ما تضيعش وقت. لو انت مش عارف تجيب السكور بتاعك في الانجليزي،
روح لامتحان البي تي اكاديميك وروح لبي تي اي بيك، هيساعدوك جدا توصل للسكور اللي انت عايزه ان شاء الله في اقصر وقت. ولايه كامبرا بقى ما اقولكوش عن كميه الحاجات اللي انتوا ممكن تعملوها هناك، شواطئ وانهار وجبال ومناظر طبيعيه تحفه. ايه يابا ايه، انا بفتي على فكره الولايه دي ما فيهاش اي حاجه تتعمل، انا بهزر والله. هي بصوا، هي مقارنه باي ولايه تانية الحاجات اللي تتعمل فيها، او يعني مثلا الاكل الحلال، الحياه الليليه، النايت لايف، الخروج، الاماكن اللي تتزار وكده، كل الحاجات دي مقارنه باي ولايه تانية هم اقل من الولايات التانية. ليه؟ لان الولايه دي ببساطه هي ولايه صغيره جدا، هي اصلا بيسموها مقاطعه كمان، تيريتوري، يعني هي مقاطعه، ولايه صغيره او مقاطعه صغيره جدا مساحتها صغيره، وهي معموله في الاساس عشان تبقى العاصمه الاستراليه، عامله زي العاصمه الاداريه الجديده كده عندنا، ما فيهاش حاجه تتعمل تقريبا، مباني حكوميه بس هناك، واشهر حاجه موجوده هناك هو مبنى البرلمان الاسترالي اللي هو عامل زي مجلس الشعب والشورى كده عندنا، اللي بيتعمل فيه الجلسات بتاعه البرلمان. فاغلب الناس اللي شغاله هناك هي ناس وموظفين حكوميين عايشين هناك ومقيمين هناك، وده شغلهم. لكن كحاجات تتزار وتتعمل فيها مناظر طبيعيه وفيها اماكن تتراح وكل حاجه، وحديقه حيوان والكلام ده كله. مبنى البرلمان ده اصلا انت ممكن تزوره كمان، البرلمان القديم، لان هم جددوه، ده بقى مزار سياحي دلوقتي. في حاجات ممكن تزورها وتعملها، ولكن مقارنه باي بلد او ولايه تانية من حيث الاكل والمواصلات والحاجات دي كلها مش هتبقى فيها نفس الخدمات زي الولايات التانية. ولكن انا حبيت اطلع اتكلم معاكم في الولايه دي لان هي ليها برضو برنامج هجره ممكن يناسب ناس تانية، بحيث ان هي فرصه للناس ان هي تروح على الولايه دي وتقعد هناك مثلا اول فتره سنتين، وبعد كده ممكن تروح تنقل او تعزل او تتحرك او تروح لمكان تاني تشتغل في اي ولايه تانية، بس لازم تكون قعدت اول سنتين في الولايه دي. فهي برضو فرصه لان هي ليها برنامج هجره زيها زي بقيه الولايات. كامبرا فيها حاجات تتزار حتى لو مش كتير، الطبيعه هناك برضو حلوه جدا، وعشاق المتاحف، الناس اللي بتحب المتاحف هتنبسط قوي هناك، فيها كميه متاحف كبيره جدا. ده غير انها من اهدى المدن في استراليا، مفيش رتم الحياه السريع بتاع سيدني وملبورن. طيب خلينا نخش في الجد بقى. لو دخلنا على موقع الهجره لولايه اي سي تي، اول حاجه لازم تعملها مبدئيا تشوف وظيفتك مطلوبه في لسته الوظائف اللي هم مسميينها ACT Critical Skills List. من الموقع هتيجي تدوس هنا وتنزل تحت كده هتلاقي كل الوظائف المطلوبه، دور على وظيفتك. انا عملت فيديو شرحت فيه ازاي تعرف وظيفتك مطلوبه هنا في استراليا ولا لا، وكمان تعرف هي اسمها ايه هنا في استراليا لو انت بتعمل حاجه مثلا في بلدك، او في مثلا شغال في الخليج او شغال في اي مكان تاني، الحاجه اللي انت بتعملها دي اسمها ايه هنا في استراليا، بحيث ان انت لما تيجي تعمل المعادله لازم تعمل معادله للوظيفه اللي مسماها هنا في استراليا، مش اللي انت شغالها ايه. ممكن تبقى بتشتغل مثلا حاجه معينه في بلد معينه، لكن انت هنا في استراليا اسمك كذا. فانا عملت فيديو في الموضوع ده هيظهر لكم هنا فوق، اتفرجوا عليه، هتعرف ازاي تعرف وظيفتك هي ايه هنا في استراليا، بحيث تعرف تدور عليها، وكمان تعرف جهه المعادله بتاعتك ايه عشان تعرف تتواصل معاهم وتعمل المعادله بتاعتك. طيب لقيت وظيفتك مطلوبه، ايه الخطوه اللي بعد كده بقى؟ الولايه فاتحه الهجره للفيزا ال 190 وكمان 491. لو عاوز تقدم على الفيزا 491 لازم طبعا تكون مخلص المعادله بتاعتك ومعاك انجليزي اقل حاجه كومبتنت بند 6 في امتحان الايلتس او 50 في امتحان البي تي اكاديميك. كمان لازم تكون وظيفتك مطلوبه في لستة الوظائف زي ما قلنا، وكمان لازم يكون معاك خبره مش اقل من سنه من اصل اخر 5 سنين في مجالك، ولازم تكون السنه دي بعد الدراسه وتكون هتعرف تثبتها، معاك شهادات خبره ليها، ولازم تكون جهه المعادله بتاعتك شافت سنين الخبره دي وصدقت عليها لو كانت جهه المعادله بتاعتك بتعمل الموضوع ده. يعني ايه؟ جهه المعادله وظيفتها الاساسيه انها تبص على المؤهل العلمي بتاعك، شهادتك العلميه اللي انت درستها في الجامعه، وتعمل لك المعادله وتديك على اساس المعادله دي النقط بتاعتك، سواء معاك دبلوم، معاك بكالوريوس، معاك ماجستير، معاك دكتوراه. هو المؤهل العلمي ده بيعملوا له هم المعادله، بيقولوا لك اللي هم طالبينه وانت بتعمله، سواء بقى تجميع ورق، امتحانات، تخلص حاجه. المهم ان انت بعد ما بتخلص المؤهل ده بتاخده، يبقى انت كده خلاص مؤهل ان انت تهاجر وتشتغل هنا لما تيجي بالمؤهل دوت. وكمان بيدوك النقط على حساب المؤهل ده، لو انت مثلا معاك دبلوم بتاخد كذا نقطه، لو معاك بكالوريوس تقريبا 15 نقطه، معاك دكتوراه 20 نقطه. فدي اللي هي او اللي جهه المعادله بتاعتك مفروض دي وظيفتها الاساسيه ان هي بتعملها. انت بتروح لها عشان تعمل لك المعادله لشهادتك العلميه بس. الشهاده العلميه دي او المعادله للشهاده العلميه دي بيسموها هنا سكيلز اسسمنت. ولكن في جهات معادله تانية زي جهه المعادله بتاعتي مثلا اللي هي نقابه المهندسين هنا اسمها انجينيرنج استراليا، في جهات معادله تانية بتعمل ودي واحده منهم يعني، بتعمل بجانب موضوع المعادله للمؤهل العلمي بتاعك ده، بتعمل لك كمان معادله او بتقول لك انت سنين الخبره بتاعتك دي انا ممكن اقول لك انت هتعرف تثبت كام واحده منها يعني، وفي مقابل مادي زياده، يعني هي حاجه زياده هم بيعملوها
ما لهمش ان هم يدوك عليها نقط، ولكن هم ليهم يعني بتبعت لهم انت وتتواصل معاهم وتدفع لهم شويه فلوس زياده عشان يقولوا لك تقريبا لما انت تيجي بعد كده بقى تبعت للاوفيسر في نهايه المشوار بتاع الهجره ده، تقريبا انت سنين الخبره اللي انت باعتها دي احنا شايفين ان هو ممكن يقبل منها مثلا 5 من 8، 3 من 5، 5 من 5، على حسب انت عايز تثبت كام سنه خبره. فجهات المعادله دي بتعمل الخدمه دي خدمه زياده مقابل مادي شويه. فهم هنا قايلين لو كانت جهه المعادله بتاعتك بتقدم الخدمه دي، احنا عاوزين ما يثبت انك معاك سنه الخبره دي من جواب المعادله بتاعك. لو جهه المعادله بتاعتك مش بتعمل الخدمه دي، لا خلاص انت مش مطالب انك تقدم اي ورق زياده غير ورق اثبات الخبره العادي. حاجه من الحاجات اللي الولايه طالباها انك تقدم زي ورقه ملف كده PDF تقول فيه وتثبت انك عملت الواجب بتاعك ودورت في سوق العمل، اللي هو انت نيتك صافيه وناوي فعلا تعيش اقل حاجه سنتين هناك لو جات لك الدعوه، وكمان ان معاك سيفنجز مبلغ هيساعدك في الهجره وكمان هيكفيك اول فتره للمعيشه هناك لحد ما تلاقي شغل اللي مسمينه هنا سيتلمنت فاندز. اما بقى لو عاوز تقدم على الفيزا ال 190 لازم تكون مخلص المعادله بتاعتك ومعاك انجليزي اقل حاجه بروفيشن بند 7 في امتحان الايلتس او 65 في امتحان الBT اكاديميك، الا لو وظيفتك كانت شيف او واحده من الوظائف اللي الانزيسكو كود بتاعها السكيل ليفل بتاعه من 3 ل 5. وبتعرف منين السكيل ليفل بتاع وظيفتك ده؟ من اللينك بتاع قائمه الوظائف لاستراليا كلها، السكيلد اوكيوبيشن ليست. بتدخل وتكتب وظيفتك وبعد كده تدوس على الانزيسكو كود بتاع وظيفتك، هتروح لصفحه تانية وفي الصفحه دي هتلاقي الانزيسكو سكيل ليفل بتاع وظيفتك. فلو لقيته ما بين 3 ل 5 يبقى انت محتاج انجليزي كومبتنت بند 6، ولكن لو اي حاجه تانية يبقى انت لازم يكون معاك انجليزي بروفيشن لو عاوز تقدم على الفيزا 190 لولايه ACT. كمان لازم تكون وظيفتك مطلوبه في لستة الوظائف زي ما قلنا، وكمان لازم يكون معاك خبره 3 سنين من اصل اخر 5 سنين في مجالك، ولازم يكونوا بعد الدراسة وتكون هتعرف تثبتهم معاك شهادات خبرة ليهم. ولازم بردك زي الفيزا 491 تكون جهة المعادلة بتاعتك شافت سنين الخبرة دي وصدقت عليها لو كانت جهة المعادلة بتاعتك بتعمل الموضوع ده. ونفس الشروط بتاعت الفيزا 491، نفس الملف PDF انت عملت الواجب بتاعك ودورت على شغل واماكن واحياء تسكن فيها لما توصل، وكمان سيتلمنت فاند ما يثبت ان معاك مبلغ هتقدر تهاجر بيه ويكفيك اول فتره هنا. علشان الولايه صغيره فالاماكن او عدد الفيز المتاحه، الدعوات اللي هتتبعت للناس السنه دي هم 1800 دعوه، 1000 دعوه وفيزا لل 190 و800 دعوه للفيزا 491. طيب لو انا محقق بقى كل الشروط دي اقدم ازاي؟ اول خطوه انك تدخل على موقع سكيل سيلكت وتعمل EOI زي ما شرحنا في سلسله العملي، وتختار الفيزا اللي انت عاوز تقدم عليها سواء 190 او 491، وتختار ولايه ACT انها تبقى سبونسر ليك. بعد كده هتيجي على موقع الولايه وتقدم على حاجه اسمها كامبرا ماتريكس، ودي زي ROI ريجستريشن اوف انترست اللي باقي الولايات بتكون طالباه، اسمها بس مختلف كامبرا ماتريكس. بتقدم فيها على فيزا واحده بس، ممكن تعمل EOI على كل فيزا منهم، وكمان تعمل كامبرا ماتريكس على كل فيزا منهم لوحدها، ما تقدموش وتضموا الفيزتين الاثنين مع بعض. وعلى حسب عدد النقط بتاعتك هم كل شهر هيبصوا ويبعتوا الدعوات للناس اصحاب النقط الاعلى. لو جات لك الدعوه للتقديم على الفيزا بترفع كل ورقك بقى علشان تثبت عدد النقط بتاعتك، وبتدفع $300 استرالي السيرفيس فيز علشان الولايه تبص على ملفك وتعمل ليه بروسيسنج، ولو كله تمام تبعت ليك بقى الدعوه رسميا للتقديم على الفيزا سواء ال 190 او ال 491 على موقع الهجره الرسمي. حاجه اخيره، الماتريكس اللي انت هتقدم عليها وهتعملها دي هتكسباير، هتنتهي صلاحيتها بعد 6 شهور، فلو ما جاتلكش دعوه خلال الفتره دي لازم تدخل تاني وتعمل وتقدم على ماتريكس جديد. وهم حاطين على الموقع لو انت عاوز تشوف انت محقق كام نقطه في الماتريكس دي، من هنا تشيك يور كامبرا ماتريكس سكور للناس اللي بره استراليا الاوفرسيز، هتدخل هنا وتشوف انت ممكن تحقق كام نقطه من ال 185 نقطه دول، وكل ما نقطك زادت كل ما فرص انك تجيلك واحده من ال 1800 دعوه دول هتكون اكبر. عدد الدعوات مش اكبر حاجه، 1800 دعوه بس مقارنه بولايات تانية زي فيكتوريا مثلا عدد الدعوات فيها كان 5000 دعوه، ولكن عشان ولايه ACT هي ولايه صغيره جدا فمش محتاجه عدد الناس
ديت للهجره عشان يملوا مثلا قطاعات معينه او وظائف معينه، ولكن ده ما يمنعش ان 1800 دعوه او فيزا للهجره ده مش رقم قليل. علشان كده كنت عاوز اطلع معاكم النهارده في الفيديو دوت واتكلم معاكم عن برنامج الهجره للولايه دي. الهجره اكيد تستاهل لو قدرت ان انت تيجي هنا على ولايه كامبرا او اي ولايه تانية في استراليا. هتقدر تيجي هنا انت وعيلتك وتعيش في واحده من اجمل الولايات والمدن في استراليا كلها. ادخل دلوقتي على موقع ولايه ACT وعاصمتها كامبرا وشوف وظيفتك مطلوبه ولا لا. لو مطلوبه اعمل اليو اي مش تدفع فيه اي حاجه، واعمل الكامبرا ماتريكس دي وقدمها برده مش تدفع فيها اي حاجه، واستنى الولايه ان شاء الله ترد عليك لو انت كنت من الناس المحظوظين اللي هيبقوا واحد من ال 1800 شخص او 1800 فيزا اللي ان شاء الله هيجوا هنا على السنه الجديده 2025. ولو لسه ما بداتش في الهجره ابدا دلوقتي، صدقني والله كل ما سنك هيكبر المسؤوليات هتكتر والحياه هتلاقيها اصعب والموضوع ممكن يغلى كمان في المستقبل، وهتلاقي نفسك تقلت ومش عايز تتحرك وهتقول لا خلاص. ده غير ان سن الهجره اصلا 45 سنه، فحاول تبدا قبل ما توصل ل 43 لان الهجره ممكن تاخد دلوقتي من سنه لسنه ونص، فالحق دلوقتي خلص المعادله والانجليزي وقدم. الهجره ان شاء الله عمرها ما هتقفل. ده كان فيديو النهارده. ولايه ACT واحده من اصغر الولايات في استراليا فتحت الهجره ليها للفيزا ال 190 491. اشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي مع تقريبا اخر فيديو لاخر ولايه فاتحه دلوقتي في استراليا. في ولايتين بس لسه ما فتحوش، ولايه NT نورثرن تيريتوري المقاطعه الجنوبيه، وكمان ولايه نيو ساوث ويلز عاصمتها سيدني لسه ما فتحتش. فان شاء الله الاسبوع اللي جاي هتبقى الولايه السادسه اخر ولايه فاتحه دلوقتي. وبعد كده ان شاء الله في كذا فيديو كويسين جدا عن الدراسه هنا انا بجهز لهم، ان شاء الله هيعجبوكم. اشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي وسلام.